حرام والله صغير. طب استنى اسمع علي. انا باخذه على وكالتي. اسمع مش حرام عليك تحب ابنك صغير هيك؟ استنى اسمع شوي. بكره علي امتحان ربي اشنوه بفصلوني من المدرسه، اذا هذا الامتحان ما قدمتوش لو جيت في يوم ثاني بروح معاك. ما تخاف. طب اسمع علي. بتطلعوني برا المدرسه عشان اطبق. صور تدمي القلب وتهز الضمير. أحمد فتى فلسطيني في 15 من العمر كان هدف مداهمة للجيش الإسرائيلي تحت جنح الظلام بتهمة إلقاء الحجارة. أنت بطل، يخبره الجندي الإسرائيلي ويعده بالعودة إلى المدرسة صباح اليوم التالي. خلص اسكت خلص أحمد هذه الأم التي لا حول لها ولا قوة تلبس ابنها ثيابه وتسلمه للجندي محتسبة في الله صبرا. ودعتك لله يا أم، ودعتك لله، الله يسهل دربك. حالات الذعر والخوف التي تخلفها هذه المداهمات على سكان هذه المنازل لا سيما النساء ليس أمرا يحتسب لدى جنود الجيش الإسرائيلي. لا مشكلة لدينا من نعتقل حتى ولو كان فتى صغيرا. الكلام لقائد الكتيبة التي تنفذ المداهمات. طالما أننا نعتقل من يشارك في أعمال الشغب حتى لو كان فتى صغيرا فلا مشكلة لي في ذلك. إذا ما صار شيء بترجع وبتعمل الامتحان. وعد الجندي الإسرائيلي بإعادة أحمد إلى مدرسته صباح اليوم التالي لم يصدق كحال الوعود الإسرائيلية الكاذبة. فتى 15 نقل إلى سجن عوفر وقدمت بحقه لائحة اتهام لرشقه الحجارة خلافا لاتفاقية جنيف. حال أحمد هذه تنسحب على مجمل العائلات الفلسطينية، فلكل عائلة أسير في السجون الإسرائيلية. ليس هناك عائلة فلسطينية في غزة أو في الضفة إلا ولها قريب من الدرجة الأولى معتقل. قصة الفتى أحمد تختصر الحكاية وتغني عن البداية والنهاية. حكاية شعب يقاوم الاحتلال. إنها حكاية أحمد العربي. أنا أحمد العربي فليأتي الحصار.